من حوالي كام شهر كده ابتديت انزل ريلز على انستجرام، دقيقة ونص كده، قصص حواديت عن ناس عاشت في مصر، سواء كان ايام الفاطميين بقى او المماليك والحمد لله خلال فترة لطيفة يعني بقى عندي نسبة فولوز ظريفة جدا، الحقيقة ربنا يخليهم يا رب. ولكن بيطلب مني اني اقول فيرجن اطول شوية، لانه طبعا الحواديت طويلة وظريفة ولطيفة والريل بيبقى دقيقة ونص. فقررت مؤخرا اني ابتدي مشروع جديد واكمل الحواديت بس بشكل اكبر شوية، سواء كان على بودكاست او على يوتيوب، عشان يبقى الموضوع لو حد حابب يتفرج يعني تبقى لطيفة جدا. فالنهارده مثلا يعني في كتاب من الكتب اللطيفه جدا لايمن عثمان، اسمه موسوعه تراث مصري. هو كتاب يعني جميل جدا الحقيقه، وكان كاتب في شابتر من الشابترز اللي موجوده في الكتاب على فن ظهر في مصر بعد الحرب العالميه الاولى. وعادة الحروب بتبقى بتسيب أثر سيء جدا اجتماعي واقتصادي، بالذات في الفترة اللي بعد الحرب على طول. فاحنا بنتكلم 1918 مثلا، كان في مشاكل وبتاع، فبيظهر فن في ذاك الوقت اسمه فن الخلاعة. ودي كانت حاجة سافلة جدا الحقيقة، كانت عبارة عن تقاطيع موسيقية صغننة كده بتتغنى قبل المسرحيات وفي وسط المسرحية وفي آخر يعني إيه البروموشن بتاع المسرحية. وكان الغرض منه الأساسي إنه يجذب جمهور كتير للمسرح عشان الناس تاكل عيش وبتاع. وكان المستوى طحل جدا الحقيقة في الكلمات، يعني تلاقي مثلا أغنية حسب الكتاب اللي كتبه يقول لك إيه: شفتي بتاكلني أنا في عرضك، خليها تسلم على خدك مثلا. يعني دي غنتها فاطمه رشدي. ويقول لك ايه: عاشق وليه تلوموني، وبين النهود احملوني. النهود ايا كان يعني. وفي اغنيه مصيبه سودة يعني بتقول لك ايه: ايه اللي جرى في المنظره، معرفش ده انا كنت لسه صغيره. يعني الموضوع داخل في بيدوفايلنج شديد اللهجه يعني. فمن هذه النوعيه كتير جدا جدا كانت بتغنى عشان تجيب رواد للمسرح وبتاع. درجة انه الشاعر العظيم جدا احمد رامي اللي كان بيكتب بقى اشعار بقى باللغة العربية الفصحى وبتاع، كلام محترم جدا يعني، كان مستاء من الموضوع. فقرر ان هو لا، انا هنزل بقى في السوق بتاع الخلاعة ده واعلمهم الادب واعلم عليهم واوريهم مين الكبير وبتاع. فجاب السيدة ام كلثوم في بداياتها خالص وخلاها تغني اغنية اسمها الخلاعة مذهبي، عشان برضو الست تبيع وبتاع. طبعا الاغنيه اختفت ومحدش عارف هي فين وبتاع، ولكن دخل برضو. اللي كان لطيف جدا في الموضوع واحد اسمه محمد يونس القاضي، وده كان راجل يعني شيخ معمم وبتاع لذيذ، وكان كاتب 3/4 الاغاني المزبله اللي احنا كنا بنسمعها دي دلوقتي، على اساس انه كان الراجل بيبيع وشاعر وشغال وبيكتب زجل وبتاع. انما اللطيف في الموضوع ان محمد يونس القاضي في يوم من ذات الأيام نشر قصيدة زجلية صغيرة كده بيشتم فيها نفسه في جريدة الصباح في عدد سبتمبر حاجة وعشرين، تمام. بيشتم فيها نفسه انه ازاي يكتب الكلام البايخ قليل الادب بتاع السحة والدحنبو والكلام المقرف ده وبتاع. وبعدين بعديها بشويه كتب بقى من منطلق الراجل اللي بيكتب الكلام المقرف ده بيرد على الراجل اللي شتمه انه بيكتب الكلام المقرف ده بيشتم نفسه في نفسه. فهل دي كانت برضو ماركتنج تول يعني الراجل بيحاول يسوق بيها الشغل بتاعه، ولا المجتمع كان لطيف في الوقت ده مفتوح فكريا يعني؟ اللطيف في محمد يونس القاضي انه سنه 28 اتعين رقيب على الاذاعه، والحقيقه خد قرار غريب جدا انه منع اذاعه اي اغاني فيها خلاعه او الفاظ بذيئه الحقيقه يعني، وبما فيها كل اغانيه اللي هو كاتبها في موضوع الخلاعه ده. بس يعني كان في ناس تانية متطوره، يوسف بيك وهبي مثلا، عشان يسوق مسرحيه من مسرحياته كانت، والراجل يوسف وهبي كان بيعمل مسرحيات محترمه وبتاع، مش كلام الفودفيل والكلام بتاع علي كسار ونجيب الريحاني، لا الراجل كان بيحاول يعني، جاي من ايطاليا بقى ودارس وكده. في مسرحيه من المسرحيات كانت مع برضو الفنانه فاطمه رشدي، كان في قبله من اللي هي اللي بتبقى ملحوسه بالجامد دي في جزء من المسرحيه، وخد باله انها كانت جامد قوي مع الساده الجمهور اللي كانوا قاعدين، فقرر انه يصور القبلة لوحدها الملحوسة دي سينما،
ويعرضها قبل المسرحيه وفي النص الانتر اكت وفي اخر المسرحيه، على اساس الناس تعرف بقى ان في ايه، بوسه ملحوسه، ويروحوا يتفرجوا على المسرحيه. ادي برضو اداه من اداه. شوف يوسف وهبي نفسه شخصيا. ولعلمك برضو الناس اللي عملت، سواء كان احمد رامي اللي كتب خلعت مذهبي، او يوسف وهبي اللي حط البوسه في الموضوع، او محمد يونس القاضي اللي منع اغانيه نفسه انها تطلع في الاذاعه، برضو كان ليهم اسهامات عظيمه جدا في عالم الفن كلنا عارفينها. يعني من اهمهم محمد يونس القاضي برضو، اللي حكينا عنه الحكايه بتاعت النهارده، انه هو كاتب اغاني بالتالي صعب ننساها في التاريخ، زي اهو ده اللي صار مثلا، وانا هويت وانتهيت. وهو الراجل اللي كتب شفتي بتوجعني انا في عرضك اخليها تسلم على خدك، هو نفس الراجل اللي كتب بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. يلا باي.